صحة حديث إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، ثابت صحيح. هل شراء منتجات المقاطعة بدون ضرورة حرام؟ ليست بحرام يا يوسف، إنما يعني باب إنزال النكاية بأعداء الله أو تشجيع سلاح المسلمين من هذا الباب، أما أنها حرام ليست بحرام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لدي سؤالين يا شيخ. تفضل. نعم. سؤال أول، إذا يوجد موقع على الإنترنت يبيع منتجات ألبسة، يعني إذا اشتريت من الإنترنت التوصيل يأخذ البنك نسبة التوصيل، هل هذا تعاون الاسم والعدوان أم لا؟ لم أفهم. أعد. قصدي إنه عند طلب منتجات على الإنترنت البنك يأخذ نسبة التوصيل، هل هذا التعاون على اسم العدوان من الربا أو لا؟ لا، إذا كانت نسبة التوصيل لا إشكال، إن صدقت في توصيفك. إن صدقت في توصيفك فالنسبة التوصيل لا إشكال فيها. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. كيف الحال؟ الحمد لله. أنا أتصل بك من المغرب يا شيخ مصطفى. يا مرحبا. أنا لدي سؤال لك يا شيخ مصطفى، وأريدك أن تقول لي ما تقول في هذا السؤال. تفضل. يا شيخ، كنت مرة أتكلم مع نفسي، السؤال الذي سأطرح لك لا يسر منه شيء، ولكن كنت أتكلم مع نفسي، فكنت أن زوجتي ذهبت إلى بيتها. تسمعني يا شيخ مصطفى؟ ألو؟ نعم، أنت كنت تتكلم مع نفسك. أتكلم مع نفسي، هذا لم يسر منه شيء، إلا أتكلم مع نفسي فقط. كما يقول العلماء أنا وسوسة الشيطان، ولكني أتكلم بها. فكنت أقول مع بالي أنها ذهبت إلى أهلها، ثم ذهبت إليها ولم ترجع إلى بيتها، ثم قلت لها أنت طارقة بالتالي، وزادت على وقت. عندما فكرت قلت أنك ما أعاشر المرض. أنت مريض تتعالج؟ ها؟ أنت مريض؟ لا ليست مريض، ولكني كنت أتكلم مع نفسي. أيوة، هل أنت تتكلم مع نفسك يعني ما لا. هل هذا منتجات المرض ولا إيه؟ لم تذهب إلى أهلها ولا شيء. ماذا قلت وأنت تتكلم مع نفسك؟ مع نفسي فقط. أيوة، ماذا قلت؟ كنت أقول أتفكر بأن ذهبت إلى أهلها. عفوا، كنت ماذا تتفكر في ماذا؟ كنت أفكر في بالي أقصد أنها ذهبت إلى أهلها وهي لم تذهب إلى أهلها. كنت تفكر في نفسك أنها ذهبت إلى أهلها؟ نعم. تظن أنها ذهبت إلى أهلها وهي لم تذهب، فماذا قلت؟ ثم ذهبت إليها، ثم قلت لها أرجع إلى دارك التي لم أرجع، أنت لم ترجعي، أنت طالب مثالات. قلت عفوا بس صبرا علي، أنت ظننت أنها ذهبت إلى أهلها وهي لم تذهب إلى أهلها. نعم. كلمتها؟ لم أتكلم، غير أتكلم مع نفسي أما لم تذهب. كل ده فيلم يعني في افتراضي. نعم يا شيخ. أيوة، ظننت أنها ذهبت إلى أهلها. نعم. وهي لم تذهب إلى أهلها. نعم. فقلت لها في نفسك أيضا أنت فين؟ أنت طالق، أنت أظنك مريض ولا يقع مثل هذا. ولم يقع شيء يا شيخ. إنما الأعمال بالنيات، الله يغفر لك. هذا السؤال غير لم يكن شيء عليه. لا ما في شيء عليك، أنت الله يعافيك، اسأل الله أن يعافيك. الله يسلمك، واضح يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. تفضل. جزاك الله عنا خير الجزاء. يا شيخ، سألتك عن مسألة أول أمس، وأنا الحمد لله مقتنع في قولك وقول جمهور العلماء، ولكن أردت بس استفسار عن شغلة بسيطة. الرقعتين يا شيخ لما تزوج المرأة، هي كانت مطلقة 3 عن زوجها ولا أيوة. هو زواج عادي يعني؟ لا كانت مطلقة 3. هم أتوا بهذا الرجل كي يحلها له، فتزوج وفي نيته أن يطلق في الصباح، واتفقوا على ذلك معه. أما المرأة
لو سمحت سؤال شيخ، تفضل. انت ذكرت انه النقطة الثالثة اللي انا ذكرتها، النية الثالثة في نية التحليل هي كانت محرمة، هي محرمة. طب لماذا زوجته المرأة وهي اصلا كانت محرمة على ايامه من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ عفوا ما فهمت ماذا قلت. الان انا سألتك عن النوايا الثلاث اللي هي بنية التعفيف ونية الطلاق والنية الثالثة اللي هي التحليل، قلت انه الاول ثنتين يعني ورد عن جمهور العلماء انه اوكي تمام، لكن الثالثة هي نية التحليل هي محرمة شرعا، محرمها الرسول. لماذا هم ما هو قبل الزواج أي محل عفوا في فارق بين نية التحليل، شخص يتزوج امرأة وفي نيته أن يحلها لزوجها الأول، فعندنا هذا فيه لعن الله المحلل والمحلل له، هذا قصد نيته أن يحلها الأول، لكن التحليل الأول حرام، لكن في نيته أن يطلق، الطلاق حلال، الطلاق في الأصل حلال، اختلف مع التحليل. التحليل حرام بالنص، يمكن عدة أحاديث لعن الله المحلل والمحلل له، لكن الطلاق في الأصل أحله الله. قال الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن وتفرضوا لهن فريضة. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فالمطلق ليس بآثم، لكن المحلل آثم. لأنه أنا بس فهمت منك شيخ، لأنه أنت ذكرت إنه ذو الرقعتين كان في نيته إنه يطلق حتى ترجع لزوجها. أيوة، اتفق معهم على ذلك، اتفقوا على ذلك. العجوز جاءت وقالت له: يا ذا الرقعتين، هل لك في أن تتزوج امرأة قرشية تبيت معها الليلة ونكسوك ثوبين وتطلقها في الصباح؟ فأعلن عن نيته، قال: نعم أنا موافق على هذا. يعني لو شخص تزوج في نية هذا ولكن بعد هيك أراد أن يتمها، بس ما فيش أي مشكلة. شخص تزوج وفي نيته ما تلفظ، في نيته أن يطلق، لكن شاء الله سبحانه أن تتغير نيته ويمسك، لا إشكال فيه. والعكس أيضا، شخص الآن تزوج بنية المعيشة وبدأ له في اليوم التالي أن يطلق، ما هو ممنوع من ذلك. جزاك الله خير. وياكم. أنا قلت لك يعني عذرا، أكدت لك أن هذا رأي الجمهور من العلماء، بارك الله فيك، واستدلوا بأدلة غير هذا من الزرقتين حديثه منقطع كما أخبرتك، ولكن للشافعي استدلالات أخرى. وهذا كزيادة في الفائدة، هذا يتعلق بالرجل، أما المرأة فلها شأن آخر. امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله قالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقني فأبت طلاقي، وإني تزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير وقيل ابن الزبير، وليس معه إلا مثل الهدبة. فقال النبي عليه السلام: لعلك، اسمع الكلمة، لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى يذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. نعم. أخوكم يقول: هل يجب على الرجل أن يعالج زوجته مرضت، فهو قرأ لبعض الفقهاء أن الرجل لا يجب عليه علاج الزوجة. اصبر. فأقول: أضف إلى هذا سؤالا، وهو: هل يجب على الزوجة خدمة زوجها؟ اجعلهما مقترنان. الجمهور يقول في خدمة الزوجة لزوجها أنها على الاستحباب، ويقولون في علاج الرجل لزوجته أنه على الاستحباب. واضح؟ قضي الأمر، ربطوها ببعض. تفضل. تعالج عند الجمهور، تعالج نفسها، لأنهم بيقولوا إيه؟
أنا مش عايز أسترسل في كلام يؤخذ عنا ينشر في جرايد، لكن معها فلوس. أنا مختار القول أنه يعالجها، أنا أختار نفسي القول بأنه يعالجها، لكن الجمهور لا يقولون بذلك، الجمهور لا يقولون بذلك، لكن أنا بس أبين الاستدلالات. ما فيش أدلة في الباب، ليست في الباب أدلة إلا أننا نستدل بالعمومات، وعاشرهن بالمعروف، وعاشرهن بالمعروف، وعند من حسن إنهن عوان عندكم إن كانت كل طرقه فيها مقال، وأدلة لينفق ذو سعة من سعته. لكن هم يقولون إن هذا العلاج إصلاح شخصي لها، ممكن تتعالجها وتسيبك وتتجوز غيرك، يقولون كده يعني. أما النصوص العامة أنا مختار القول بأنه يعالج زوجته. نعم، أنا قلت لك الأئمة الأربعة على الاستحباب، لكن أنا مختار قول من قال أنه يعالجها في الضرورات. لكن دلوقتي مثلا في أزواج بتعمل عملية تجميل، تعمل عملية تجميل ليست ضرورة، يعني مزيدا من التجميل. هل للزوج أن يدفع؟ أنت إذا جت لك زوجتك تقول لك أنفي كبير عايز أصغرها شوية، أو ثدي كبير عايز أصغره، أو أي حاجة من اللي طلع المستحدثة، يجب عليك. هم يقولون ده إصلاح، والإصلاح ممكن خاص بها الضرورة. ما أنا اخترت، أنا جاوبتك. أنت لا، ما لهوش ذنب، بس إذا كان يقصد فعلا أن يتحرم له وما عليه. نعم، أقول أختار الرأي القائل بأن علاج الرجل لامرأته يلزمه للعلاج الضروري.